فيلم بليتس بيحكي عن أحداث في فترة الحرب العالمية التانية في لندن، وبنشوف ريتا اللي بتقرر إجلاء ابنها جورج لأنهم خايفين عليه من القصف وعايزاه يكون في أمان. لكن الولد لما بيركب القطر بيهرب في منتصف الرحلة لأنه مش بيكون راضي بكده، وبيحاول انه يرجع لها تاني. الفيلم على مستوى السيناريو كان جيد من ناحية كتابة الشخصيات والدراما، وانه بيتكلم عن الاطفال اللاجئين من القصف، ودي اول مرة اشوفها عن نفسي، والاسقاطات اللي بيقدمها. ولكن في رأيي ان بعض المشاهد انا حسيت بشعرية زيادة ومباشرة في الحوار، وان في اوقات الاحداث كأنها مسلسل تلفزيوني مش فيلم. الفيلم افضل عناصره كان الاخراج من ستيف ماكوين. على مستوى الصورة كانت تحفة، والسينماتوجرافي ممتازة، والساوند اديتنج رائع وفكرني بافلام زي زون اوف انترست. كمان الالوان والست ديكوريشن وتصميم الازياء كلها عناصر فوق الروعة ورفعت جدا من مستوى الفيلم. وعجبتني الموسيقى التصويرية من هانز زيمر. الأداء التمثيلي من سيرشي رونين جيدة جدا، مش بعيد إنها تترشح عن الأوسكار، سواء الفيلم ده أو فيلمها اللي لسه شايفه من أسبوعين ذا أوت ران. الولد الصغير كذلك قدم أداء كويس، فهو كفيلم إجمالا حلو عجبني. السيناريو بيعاني من مشاكل زي ما قلت، طريقة سرده، ترتيب الأحداث مش أفضل حاجة، ولكن أنا في رأيي أنا استمتعت جدا بوقتي، وتقييمي 7.5 من 10.